الحلقة اللي فاتت شفنا ياكو وجومو وفورد وهم داخلين مواجهة مع جادي. النهاردة هنشوف هل هيقدروا قد التحدي. ويلا نبدأ. الشمس تشرق على البحر، السفينة تتحرك، ياكو يمسك الدفة بعزم، جومو يراجع بياناته، وفورد يراقب الأمواج بحذر. فجأة صوت غريب من السماء، طائر داكن ولامع يصرخ ويحلق بطريقة غير طبيعية. ياكو: إنه الطائر، ماذا يحدث؟ جومو يحاول تنبيهنا لشيء ما. الأفق يكشف عن دوامة هائلة تبتلع مياه البحر بقوة خارقة. جومو يشرح باختصار: حجم الدوامة غير طبيعي، تيار السحب شديد، خياراتنا محدودة. ياكو يصرخ: لا يمكننا السماح لها بسحبنا. فورد: نحتاج قوة دفع خارجية. جومو: ياكو استخدم قوة البالون في الاتجاه المعاكس للتيار. فورد: ثبت أي شيء على السفينة. ياكو يستخدم دفعة البالون القصوى، السفينة تهتز وتصطدم بالحطام. الطائر يهبط على السارية، يصرخ، ثم يطير نحو نقطة أضعف في التيار. جومو: اتبعوا الطائر، هذه فرصتنا. السفينة تنحرف بصعوبة وتنجو من الدوامة، أضرار طفيفة، الطاقم بأمان، الطائر يحلق مبتعدا كحارس صامت. الجزيرة تظهر، قلعة معدنية ضخمة، أبراج، أمواج حادة، رائحة انفجار بركاني ومعدن ساخن. الناس يتحركون بإشارات ولغات مشفرة. الجزيرة مزدهرة، لكنها آلة حرب تابعة للحكومة. ياكو: اتمنى أن تكون جزيرتي هكذا يوما، قوية رغم خطرها. جومو: ازدهارهم له ثمن، هذا المكان ليس للعيش بسلام. فورد يتجه للمتاجر ليشتري الطعام، أي أسلحة لتحويلها إلى قوة جسده. جادي يظهر متغطرسا يستهزئ بالطاقم. فورد: لنرى من هو المثير للشفقة. اندلع القتال. كان الناس في الجزيرة يتجمعون بسرعة ليشاهدوا، كانوا قلقين من أن يخسر حاكمهم الأقوى. بدأ فورد هجومه فورا. رفعت يده وتحولت بشرتها إلى معدن لامع لتصبح شكل مسدس ضخم ومتكامل. كان هذا تطبيقا لقوة المسدس وأسنانه الحديدية. بدأ يطلق النار. بانج بانج بانج. أطلق الكثير من طلقات المسدس العادية في رشقة سريعة، ثم فعل قدرة متقدمة. قدرة المسدس: التدفق الكبير. توقفت الطلقات في الهواء للحظة، ثم غيرت اتجاهها فجأة، وبدأت تجري وتلتف في الهواء خلف جادي، محاولة ضربه من زوايا متعددة. كانت هذه القدرة من المستوى الثالث لقوة المسدس، وتتطلب تحكما عاليا. جادي ينظر إلى الطلقات التي تطارده بملل واضح، لم يتحرك من مكانه. ممل. سحب جادي سيفه من غمده بحركة واحدة سريعة، لم يستخدم قوة كبيرة، فقط مهارة سياف لا تصدق وقوة طعام أساسية. شينج بضربة واحدة خاطفة من سيفه قطع جميع الطلقات التي كانت تطارده بسهولة تامة، وكأنها مجرد هواء. جادي صوته لا يزال يحمل الملل: المستوى الثالث من قوة المسدس ضعيف جدا، قوتي في المستوى الأول كافية للتعامل مع هذا الهراء. وبحركة سريعة عكس جادي سيفه واستخدم سيفه لضرب فورد. كانت ضربة قوية وغير متوقعة، أصابت فورد في صدره وألقت به على الأرض. لم تكن قاضية، لكنها كانت رسالة واضحة عن فرق القوة الهائل. جادي لا يزال يبتسم بغطرسة. أهبط. أنا لا أهبط أبدا، أنت الذي سقط يا فورد. تعب فورد، لكنه لم يستسلم. نهض ببطء، تعابير وجهه يملأها الانزعاج والغضب.
حول يده المصابة إلى مادة تبدو وكأنها حجارة صلبة، ثم عاد ليطلق النار. بانج بانج بانج. هذه المرة الطلقات التي خرجت من يده الحجرية كانت مختلفة، كانت أكبر وأكثر لمعانا. فورد، تقنية المسدس، قنابل المسدس الذرية. انطلقت الطلقات المعدنية المتحولة نحو جادي، كل واحدة تبدو كقنبلة صغيرة وقوية، بدت قادرة على إحداث دمار هائل. جادي، تختفي الابتسامة من على وجهه للحظة، يبدو عليه اهتمام طفيف. أوه، هذا شيء جديد. رفع جادي يده اليسرى نحو السماء. فوش، غلاف من الطاقة يشبه الصاعقة الخفيفة غطى يده. جادي، قدرة السياف، نظام الصاعقة الدفاعي. اصطدمت قنابل فورد الذرية بنظام الصاعقة الدفاعي حول يد جادي. لم تنفجر، بل تم احتواؤها وصدها بواسطة مجال الصاعقة. لم يستطع فورد اختراق هذا الدفاع. جادي، يعود الهدوء إلى صوته ويشرح وهو يقاتل. قوة الطعام السياف مختلفة تماما عن باقي أنواع الطعام التي تتناولها، فالرغم أنه في النهاية يبقى سيف، إلا أن هناك أنواعا مختلفة من السيوف كمصدر للقوة. هناك سيف إن أكلته يعطيك قوة الصاعقة مثلي، وهناك سيف آخر ناري، وآخر يمكنه أن يتكلم معك مثل السيف العظيم. لذلك فهذه القوة قوة مميزة، ويمكنك تمييز أي سياف قوي رغم استعمالهم لنفس الطعام الأساسي. قوتي هي صاعقة السيف. فورد، تعبيرات وجهه جامدة، يرفض الاعتراف بتفوقه التام. حقا إنها قوة مثيرة للاهتمام يا جادي، ولكنني لن أغير قوتي التي دائما أهزم بها أعدائي. جمع فورد ما تبقى لديه من طاقة، رفع يده مرة أخرى، وتحولت هذه المرة إلى شكل أكثر تهديدا. أطلق آخر وابلا من الطلقات، كانت هذه أقوى طلقاته حتى الآن. فورد، طلقات المسدس، الطلقات الصاروخية المتوهجة. انطلقت الطلقات كصواريخ صغيرة نحو جادي، تترك خلفها أثرا من الضوء. بدت سرعتها وقوتها أكبر من سابقاتها. وجادي يبدو عليه ملل متجدد. ما زلت تحاول. لم يتصد جادي لهذه الطلقات بيديه هذه المرة. رفع سيفه عاليا، شعاع من الصاعقة يلتف حول النصل المصقول، بضربة واحدة قوية نحو الطلقات القادمة. تقنية السياف، رد الصاعقة القاطع. اصطدم شعاع الصاعقة من سيف جادي بالطلقات الصاروخية، لم يقطعها فحسب، بل عكس قوتها وحولها إلى طاقة مدمرة انفجرت في الجو، ثم عادت باتجاه فورد بضعف. الأهم من ذلك أن قوة رد الصاعقة القاطع لم تتوقف عند الطلقات. امتدت الصاعقة من سيف جادي إلى الأرض المعدنية حولهما. كراك بوم. دمرت الصاعقة الأرض المعدنية في دائرة واسعة حول مكان القتال، تاركة وراءها فجوات متفحمة ومعدنا منصهر. لم يستطع فورد تحمل هذا الانفجار الهائل للطاقة وقوة الصاعقة المنبعثة. سقط على الأرض بقوة، منهكا ومهزوما. صمت للحظة، ثم انفجرت الجماهير المتجمعة بالتصفيق والهتاف لحاكمهم الأقوى وأقوى سياف. كانت تعابير وجه فورد أنه منزعج جدا من هذه الخسارة، يشعر بالإحباط بسبب فرق القوة الذي لم يتوقعه تماما. نظر إلى جادي الواقف بلا خدش تقريبا، يفهم الآن لماذا وصفه بالضعيف. وبكده نكون خلصنا. لو عجبك المحتوى ده وعايز تكمل الحلقة السابعة، اشترك في القناة وحط لايك، ومع السلامة.